يا مساء الانوار، وشك ولع نار. بص يا صاحبي، دي علبة كريم جل او جل، لا مش كريم يا صاحبي، جل شعر. دي علبة جل شعر او برطمان جل شعر على حسب لهجة بلدك. بص يا صاحبي، النهاردة هنتعلم حاجة سرية وحاجة أساسية. لو ما اتعلمتهاش البرطمان ده لو كنت جايبه جديد هياخد معاك 3 أيام وهيعفن وهيبوظ وهيمشش. ايه هي الحاجة السرية دي يا صاحبي؟ وليكن انت اشتريت برطمان كده، فتحته يا صاحبي، خلينا نفتحه كده. بفتحه بايدي واحدة انا عشان انا ماسك الموبايل بالايد التانية. فتحته، سندت ايدي على جنب، خدت كريم، جل يا صاحبي، ما تصحى معايا. خدت جل. بص يا صاحبي، حتى شامم ريحة الجل انا والله. خدت جل وسرحت شعرك وكل حاجة. جيت تقفل الغطا، حطيت كده ما اتقفلش، حطيت كده ما اتقفلش، سبتها مكانها برضه ما اتقفلش. بس المشكلة ان بعد 3 ايام وانت معريه كده يا صاحبي، هياخد هوا، وهياخد الهوا هياخده تمام، وهتلاقيه باظ. بعد ما يبوظ يا صاحبي هترميه. طب وعلى ايه؟ انا في الفيديو ده اقول لك على طريقة سحرية ازاي تقفل الغطا. انت ما تحطش الغطا يا صاحبي كده، وما تحطوش كده يا صاحبي، حطه كده. انت خلعته كده، ايه اللي خلاك تفكر انك طالما خلعته كده يبقى هتقفله كده؟ لا يا صاحبي، انت خلعته كده وهتقفله كده برضه. بص يا صاحبي، هتحطه مكانه كده وهتلف تمام. خليني بس ايه اهو يا صاحبي، بص، محتاج يركب مكانه. بس يا صاحبي كده الغطا ركب مكانه، وبص مفيش اي اختلاف يا صاحبي، وركب، والعلبة هتدوم معاك لأطول فترة ممكنة، بل هتقعد لحد ما تخلص، وهتستفاد بالبرطمان ده تغسله وتحط فيه اي حاجة بعد كده. بس يا جماعة كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتضغط لايك للفيديو. السلام عليكم.